بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذه الصورة المؤلمة والقاسية والموجعة هي صورة حديثة التقطت في إقليم تركستان الشرقية المحتل في جمهورية الصين، حيث يعيش ما يقارب 20 مليون مسلم ظروف معيشية سيئة في تركستان الشرقية. 1,100,000 منهم في معسكرات اعتقال بحسب إحصاءات لجنة القضاء على التمييز العنصري في هيئة الأمم المتحدة. فنحن هنا لا نتكلم عن مصادر أهلية أو شعبية غير معتمدة، ولكن نتكلم عن معسكرات اعتقال بها أكثر من 1,100,000 مسلم في معسكرات اعتقال، في الوقت الذي العالم يقول نحتفل ب70 سنة على القضاء على معسكرات الاعتقال النازية في ألمانيا. وإذا بنا نفاجأ بمعسكرات اعتقال تفوقها بشاعة وحجما وضخامة في العصر الحديث وسط صمت دولي وإسلامي وعربي مطبق للأسف الشديد. فأقول من واجبنا أن نتكلم، والنائب كممثل للأمة وشعب الكويت العربي والمسلم من واجبه ومسؤولياته أن يعبر عن هذه القضية تجاه المسلمين في بلد دخله الإسلام من العام الأول الهجري. ما مر العام الأول الهجري إلا وكان الإسلام قد وصل إلى الصين، ويقدر عدد المسلمين في الصين ب9.5% من إجمالي سكان الصين. وبالتالي ندعو الحكومة الصينية وندعو البرلمان الصيني وندعو الجهات المعنية بحقوق الإنسان لنصرة أقلية الإيغور التي تعيش ظروفا معيشية وحقوقية قاسية وسيئة في جمهورية الصين. وأقول إن كانت هنالك اعتبارات سياسية واقتصادية تستوجب مراعاة الصين، فإن هنالك اعتبارات إنسانية وشرعية تستوجب معاقبتها ومحاسبتها ومراقبتها على مثل هذه الأفعال المشينة ضد إخواننا وأخواتنا من أقلية الإيغور الصينية. هذه الكلمة التي أحببت أن أقولها إبراء للذمة وقياما بالواجب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك أدعو الحكومة الكويتية في المحافل الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والعالمية إلى طرح هذه القضية وتأييد كل تحرك يقام من أجل هذه القضية، حتى إن شاء الله يعيش إخواننا المسلمين هناك بسلام ووئام وتسامح وعيش كريم مع إخوانهم من الأديان والقوميات الأخرى في الصين وفي كل مكان. ودمتم ودام إخواننا هناك بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.